هشام ماجد خرج عن صمته أخيراً وقرر يرد على الهجوم اللي تعرض له مسلسله أشغال شقة جداً، واللي ناس كتير قالوا إنه فيه تنمر وسخرية من شخصيات معينة، بس هو كان ليه رأي تاني خالص وطلع دافع عن المسلسل بكل قوة وقال: وإحنا هنبطل نضحك ولا إيه؟ في لقاء تلفزيوني هشام قال بمنتهى الصراحة إنه مش مقتنع بالانتقادات دي أصلاً، وإن الكوميديا طول عمرها معتمدة على مواقف غريبة وشخصيات عندها مشاكل، وده اللي بيخلق الضحك. فمش منطقي كل ما نقدم شخصية بتواجه صعوبة في حياتها يطلع حد يقول تنمر. وكان مستغرب وسأل: يعني لو شخصية في المسلسل عندها مشكلة يبقى احنا كده بنتريق عليها؟ طيب والضحك هيجي منين؟ الموضوع زاد لما الناس بدأت تتكلم عن دور إسلام مبارك الممثلة السودانية اللي في المسلسل، وقالوا إن في تنمر عليها. لكن هشام ماجد استغرب الكلام ده جدا وقال: تنمر في إيه بس؟ هي عاملة دور ست قوية وبتحب الأكل، وده جزء من الكوميديا، لكن إحنا ما اتريقناش على شكلها ولا على لون بشرتها ولا على أي حاجة عنصرية. وبعدين هي نفسها ما كانش عندها مشكلة، والجمهور تقريبا كله تقبل الشخصية وضحك عليها. ليه دايما نلاقي حد بيحاول يعمل أزمة من لا شيء؟ هشام أكد إنه ما عندوش أي مشكلة مع النقد، بس يكون نقد بناء وفي محله، مش مجرد هجوم لمجرد الهجوم، وإن اللي مزعله بجد هو إن الناس بقت بتحب تنتقد أي حاجة حتى لو ما فيهاش مشكلة حقيقية. وسأل: هو إحنا هنبطل نضحك ولا إيه؟ لو عملنا فيلم عن مهندس فاشل يبقى كل المهندسين يزعلوا؟ لو دكتور عنده عيب يبقى إحنا بنقلل من الأطباء؟ ولو شغالة عملت حاجة غلط يبقى كل شغالات يتضايقوا؟ الكوميديا طول عمرها قايمة على الشخصيات اللي عندها مشاكل، وإلا هتتحول لمحاضرة مش مسلسل مضحك. هشام ضرب أمثلة كتير على أفلام ومسلسلات قديمة كانت بتعتمد على الكوميديا اللي خارجة من مواقف صعبة، وقال: لو رجعنا الأفلام الأبيض وأسود هنلاقي نفس النوعية دي، زي شخصية الموظف الفقير اللي مديره بيستغله، أو الحرامي الفاشل اللي بيحاول يسرق ويفشل، أو الست اللي عندها هوس بالنظافة. كل ده كان بيضحك الناس. هل ده معناه إننا كنا بنهين الموظفين أو بنشجع على السرقة؟ أكيد لأ، ده كان مجرد إطار كوميدي. أما عن المسلسل نفسه فهو بيحكي عن حياة زوجين بيواجهوا مشاكل يومية بشكل كوميدي، وهشام بيلعب دور الزوج وأسماء جلال بتلعب دور الزوجة، ومعاهم شيرين وسلوى محمد علي ومصطفى غريب ومحمد محمود ومحمد عبد العظيم. كمان المسلسل فيه ظهور خاص لنجوم كتير كضيوف شرف في أدوار العاملات اللي بيشتغلوا في بيت البطل، زي ناهد السباعي، نسرين أمين، آية سماحة، فدوى عابد، ودنيا ماهر، ده غير الفنانة انتصار اللي كانت ظهرت في الموسم الأول. وكشف هشام عن كواليس التصوير وقال إن فريق العمل كان حريص على تقديم كوميديا خفيفة بدون أي نية للإساءة لأي فئة، وأكد إن كل الممثلين اللي شاركوا كانوا مبسوطين جدا بالشغل، وحتى المشاهد اللي اتقال إنها مسيئة كان الممثلين نفسهم شايفينها عادية جدا وما فيهاش أي حاجة، وإن الموضوع كله اتاخد بحساسية زايدة من بعض الناس اللي بتحب تنتقد لمجرد الانتقاد. وقال كمان إن السوشيال ميديا بقت عامل ضغط كبير على صناع الكوميديا، لأن أي مشهد ممكن حد ياخده ويخرجه من سياقه ويتكلم عنه كأنه كارثة، وده بيخلي الكوميديا في خطر. وبيسأل: يعني لو فضلنا نسمع لكل الانتقادات هنفضل نعمل إيه؟ هنخاف نكتب مشهد؟ هنخاف نعمل شخصية؟ وفي الآخر هنضحك على إيه؟ وفي النهاية هشام ماجد ختم كلامه برسالة واضحة لكل اللي بينتقدوا المسلسل بدون سبب حقيقي، وقال: بجد هو احنا هنبطل نضحك ولا إيه؟